السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد اللفندي. الحقيقة بس يلا نقول عندي موضوع. عايزين ايه من النادي الاهلي؟ ازمة كبيرة جدا في المحاكم ضد النادي الاهلي، مؤامرات بالجملة في الفترة الاخيرة بعد رحيل مرتضى منصور. بعد رحيل مرتضى منصور الناس فكرت ان الاجواء هتهدى، فعلا الاجواء هديت كتير، ولكن ظهر وشوش اخرى من داخل سور النادي الاهلي للاسف المره دي. تابعني بس، انتشر لايك للفيديو، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد على قناه باكورد معايا دايما. الحقيقه هنا هتلاقيها. شوف يا باشا، موضوع ان في عضو من اعضاء النادي الاهلي اللي كان مرشح نفسه بدون ذكر اسماء، يعني مرشح نفسه قدام الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات السابقة، عمل بلاغ للنائب العام ببطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي. بطلان الجمعية للنادي الأهلي ده معناه إن أنت بتتكلم الجمعية العادية، مش اللي هي بتاعت الانتخابات. لو دي كنا قلنا ماشي أنت بتتنافس، لكن ده الجمعية العادية دي اللي هي يعني عايزين 5000 صوت، فالنصاب القانوني لم يكتمل، فبالتالي أجلوا، والناس بتثق في الكابتن محمود الخطيب فبيكسلوا يقول لك مش هنروح، احنا كده كده مفوضين مجلس الإدارة وبنثق في محمود الخطيب. يجي واحد زي ده يقول لك أنا بطالب بالبطلان. بطلان ايه بقى؟ ده انت بتتكلم بطلان القرارات السنه اللي فاتت بالكامل، يعني عقود لاعبين، حوافز عاملين، الصفقات الجديده، كل ده هيبقى باطل. باطل. حتى عقد امام عاشور هيبقى باطل، عقد امام عاشور مع النادي الاهلي هيبقى باطل. يعني القصه دي مثاره بشكل قوي، بس اظن ان اولاد النادي الاهلي لازم يركزوا شويه الفتره دي، لان في حرب جديده هتبقى الموسم الجديد. ركزوا في الفيديوهات اللي جايه، اشوفكم في فيديو جديد دايما على قناه باكورد مع احمد اللفندي. الحقيقه بس عندي دايما لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر. تحياتي ليكم وفي رعاية الله دايما. سلام.